بصوا كده عشان لما اقول لكم ان ده اسوأ اختراع في القرن العشرين تبقوا تصدقوني. دي الورقة اللي بتيجي مع العربيات الكيا اللي فيها الدول كلاتش، تمام؟ بالعربي كده بيقول لك ان الفتيس ده بيبقى من نوع الجاف طبعا، فعزم الدوران بتاعه بيديك شعور مختلف عن الفتيس الاوتوماتيك التقليدي. يعني من الاخر كده بتحس انك راكب عربية مانوال، ولكن هي اوتوماتيك، بس نفس احساس المانوال ونتشة الغيارات وكل الكلام اللي انا حكيت فيه قبل كده. زود على كده كمان بيقول لك اصوات، ما هي اصوات النقر، في اصوات نقر بتسمعها، ده بيبقى ايه صوت النقر ده؟ مرور نظام الدي سي تي باختبار ذاتي كده منتظم اول ما العربيه بتشتغل. بيقول لك لما تيجي توقف العربيه على اي طلعه كوبري او على اي منحدر، يعني ما تستخدمش دواسه البنزين في انك تبقى مثبت العربيه، لا دوس فرامل واسحب الهاند وخلي الهاند هو اللي ماسكها. كل ده اوكي تمام. تعال نبص الجزء التاني، هو مش تمام قوي يعني، هو زي الزفت اصلا. يعني ابقى سايق عربيه اوتوماتيك بنفس شعور المانوال وتقعد راسي رايحه جايه جوه العربيه وهي بتنقل غيارات؟ مش بيس بصراحه. تعال نبص على الجزء التاني. بيقول لك بقى في ظروف معينه مثل الانطلاق المتكرر، لو انت عمال كل شويه فرامل بنزين فرامل بنزين، وطبعا الطريق منحدر شويه او على طلعه او حاجه، طبعا يعني احنا عندنا الظروف دي بتتكرر علينا كتير يعني. فبيقول لك ايه ده ممكن يسخن الفتيس وممكن يؤدي الى تلف الفتيس، او لما يطلع لك العلامات دي فحاول تلحقها وتلحق العربيه وتقف طبعا في وسط الزحمه وتركن فوق دماغنا سيادتك يعني. انا شايف ان ده اسوأ اختراع في القرن العشرين بصراحة، واللي معارضني يقول لي. انت متخيل بقى تبقى بتديني عربية ب2 مليون ب3 مليون جنيه وتقول لي ان الفتيس ممكن يبوظ؟ تهزر؟ لا لا، مش حلو، مش بيس خالص والله، سو باد ورب العباد. الفتيس الاوتوماتيك التقليدي يا ريتكم يا ريتكم يا شركات يا مصنعة استمرتوا عليه. ده مش بتاعنا، ده مش لينا، ده مش لينا، ده لللامبورجيني كده. عشان ايه؟ تجيب تسارع من 0 ل 100 بدل ما في 3 ثواني بوينت 8 من 10، تجيبه في 3 ثواني بوينت 2 من 10. مش في عربيات الركوب الشخصي. ما ماشي.